السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. بنات، اليوم جبت لكم كيما راكم تشوفوا معايا وصفة طاجين الزيتون باللي فولوفو، أي العجينة المورقة درنا بها الأشكال درك تشوفوها معايا. والعجينة المورقة أنا خدمتها معاكم تلقاوها في القناة كيما راكم تشوفوا معايا هنا. حليتها منحلوهاش خشينة بزاف ومنحلوهاش رقيقة بزاف كيما راكم تشوفوا معايا هنا. ماذا بينا تكون خشينة أحسن. كيما تشوفوا هنا جبت لي أي طابع يعني عندكم مدور ولا مربع، الشكل اللي تحبوه. هنا درت عدة أشكال، درت بالمدور ودرت بالمربع. ما تشوفوا معايا هنا ونرشوا الفارينة باش نحلوا العجينة باش ما تلصقش لينا على طاولة العمل اللي نخدموا عليها. هنا بعد ما يعني ما نطبعوا الحبات نتاعنا نروحوا نديروا لهم ثقب في الوسط. هنا ديت غلاق تاع قرعه برك، يعني تقدروا تثقبوا فيه هذاك الثقب اللي في الوسط، وانتم تثقبوا باش حبيتوا. هنا نثقبوا حبه بحبه، يعني حبه نثقبوها والقاعده نتاعها لا. كيما تشوفوا هذا الشكل الاول تاع لي فولوفو اللي درتو. هنا رحت بنفس العجينه درت لي كورني. هنا نديروا شرائط قد بعضاهم كيما تشوفوا معايا. انا كنت نقيس بالاصبع نتاعي، نديروهم في ليمول تاع لي كورني، يعني ندوروهم. هنا نديرو بالجرارة الجهة المشرشفة باش يعطينا اللون. هنا راني نلوي على الكورني نتاعي، يعني نديرو العجينة فوق بعضاها مش نبعدوها باش يجينا الشكل مليح، وما نوصلوش للاخر باش كي نحو العجينة تتنحى معانا. كيما تشوفوا معايا هنا نكونوا حالين الكوشة نتاعنا على 180 درجة. تقدروا ديروا بهم لي كورني لي سيجار، يعني تقدروا ديروا بهم اي حاجه، تقدروا ديروا بهم ميني بيتزا. يعني العجينه تجي ما شاء الله. هنا كيما تشوفوا معايا تاع لي فولوفو تقبت وحده وحده لا. وهنا ندهن الاطراف بشويه بياض البيض باش نلصق اللي متقوبه فوق القاعده نتاعها. كيما تشوفوا معايا هنا ندهنهم من تحت ومن بعد نحطها من الفوق هكا. شوفوا الشكل اللي تحصلنا عليه، ندهنوا بالبياض هنا ومن الفوق ندهنوا بالصفار. تشوفوا معايا الشكل اللي تحصلوا عليه. والشكل المربع ثاني نفسه، يعني كيف نكمل الاشكال اللي عندي كامل. ومن بعد نجيبوا صفار البيض نخلطوه مع شويه حليب وندهنوا من الفوق كما راكم تشوفوا معايا هنا. وهنا العجينه انا حليتها شويه خشينه باش كي يطلعوا يعني يجي الشكل نتاعهم مليح. هنا ندهن الاشكال تاعي كامل، حتى لي كورني ندهنوهم حتى هما. والجهه اللي غلقنا عليها الكورني هي نديروها من تحت باش كي يطلع ما يتحلوش. يعني مازلت نكمل فيهم وتعطيكم يعني 500 جرام مانغارين توريق، تعطيكم كمية ما شاء الله تفوت يعني 2 كيلو تاع عجينة مورقة. ندهن لي كورني اللي درتهم، تقدروا ديروا سيجار. كما تشوفوا معي مازلت نكمل. هنا شوفوا بعد ما طابوا يعني جو منفوخين وجا يعني التوريق نتاعهم باين، يعني شوفوا جو ما شاء الله. يعني شوفوا العلو نتاعهم جو روعة. هنا كيما تحبوا تحشوهم بصوص طوماط، تحشوهم بالفرماج باش تحبوا تحشوهم. انا اللي درتهم في طاجين الزيتون حشيتهم بلا صوص تاع الزيتون وزينتهم بالزيتون. وهذوما هنا عندي صوص طوماط وفرماج رابي وكاشير رابي، هذوما حشيت بيهم لي كورني. شوفوا يعني لي كورني جو ما شاء الله. والحبات اللي بقاو لي هنا درت بيهم هنا نديروهم هذوما شكل يعني درتو عادي شكل حبة بيتزا كيما تشوفوا معايا. ديروا لهم شوية لاصوص وشوية فرماج من فوق. يعني شوفوا بعجينة واحدة يعني شحال شكلنا من شكل. هنا ثاني ميني بيتزا تجي روعة. هنا نزينوهم باش نحبوا يعني كاشير طونة فرماج، يعني وش عندكم زيتون وش عندكم تقدروا تشكلوا بيه. والاخرين درتهم هنا مع طاجين الزيتون. نتمنى تجربوا الوصفة.